النار كانت محوطاهم من كل حتة وكانت بتاكل فيهم، وناس تانية منهم كانوا بينطوا من البلكونة علشان يهربوا من جحيم النار. قبل ما ابدأ في الحكاية ما تنسوش تعملوا سبسكرايب في القناة وتتابعوني وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل الحكايات الغامضة. محرقة عين شمس واللي حصلت الفترة الأخيرة وسببت لغز كبير جدا، كانت واقعة مريرة ومفزعة لكل الأهالي واتسمت باسم محرقة عين شمس، وتعتبر من الكوارث الغير طبيعية واللي راح ضحيتها عشرات من الأشخاص، والسبب كان تافه جدا وصادم لكل الناس. الحكاية بدأت لما كان في خناقة بين سواق وأخوه على الورث، وكان بيحكي شاهد عيان من الشارع اسمه سيد هريدي واللي كان من جيرانهم وكان دائم الصحبة ليهم، وقال إن المتهم ده طلع للشقة في وقت متأخر جدا وفتح باب الشقة ودلق ازازتين من البنزين في كل حتة جوه الشقة وولع في الشقة بالكامل. وما اكتفاش بكده، ده كمان دلق بنزين على باب الشقة من بره وقفل الباب، وده علشان محدش يهرب من النار وعلشان محدش يقدر يطفيها من بره. وبعد شوية حصل حاجة غريبة شوية، وهو ان المتهم ده راح سلم نفسه لاسم الشرطة عين شمس، وظهر شاهد عيان تاني من الجيران وقال ان المحرقة دي راح ضحيتها عدد كبير جدا، مش بس الأسرة اللي اتصابت واتصاب منهم عدد كبير قوي، وان في اللحظات الاخيره اول شخص فيهم مات ورمي مراته وابنه من الدور الثالث من خوفه عليهم، وبعدين هو كمان رمي نفسه من نفس الدور. لكن للاسف الشخص ده وقع على وشه واتصاب بصدمات صعبه جدا ادت لوفاته، ومراته وابنه في حاله خطره جدا في المستشفى. وكمل كلامه وقال ان الضحيتين التانيين كان منهم واحد ابن عم المتهم في القضيه دي وكان زوج اخته في نفس الوقت. والجيران حاوله يسيطروا على النيران، لكن منظر الاب وهو حاضن ابن يوسف الصغير كان منظر مش هيتنسي ابدا لكل الاهالي والجيران، والنار كانت بتاكل في لحمهم. وبعد التحقيقات اتضح ان سبب الجريمه دي هو ان المتهم كان ليه مبلغ صغير كان قيمته 30,000 جنيه عند اخته الكبيره، وده كان باقي ورثه في الشقه اللي هي عايشه فيها واللي هو ولع فيها. ولما طلب منها باقي المبلغ اللي كان في الاصل 50,000 جنيه دفعت له منهم 20 بس، واتبقى 30,000 جنيه ما دفعتلوش منهم غير 2000 جنيه بس، وطلبت منه ان يصبر عليها في باقي المبلغ لغاية يوم 20 في الشهر. والتحقيقات كشفت ان سبب المشكلة بينهم كان على شقة وكان على ورث، وكشفت كمان ان المتهم راح على الشقة ورمي ازازتين بنزين حارق مولوتوف وفر هارب، وتسببت في حريق كبير جدا اذى الجيران كمان، وتسبب في وفاة 3 اشخاص، وفي نفس الوقت نطت ست من البلكونة واتصابت بكسور كتيرة جدا جارحة في جسمها، ده غير ان 9 اشخاص كمان اتصابوا باختناق لكن تم علاجهم على الفور. بعدها شرطة النجدة بلغت اجهزة الامن في مديرية امن القاهرة مفادات اندلاع حريق كبير جدا في شقة سكنية، وراح ضحيتها مصابين بكسور كتيرة وحروق واختناقات مختلفة، واتنقلوا كلهم للمستشفى علشان يتعالجوا، وتم انقاذهم بعد التحريات اللازمه. وتبين كمان ان في سواق دلق بنزين في شقه في الدور الثالث وولع فيها بالكامل، وده بسبب مشاكل وخناقات على الورث مع قرايبه، واتقبض على المتهم. وفي التحقيق المجني عليه اعترف وقال ان هي اوحت ومطلت معاه كتير جدا وبقت تديله مواعيد مختلفه للدفع كل شويه، لكن ما كانتش بتوفي بكلامها، واخر ميعاد كان قبل ما تروح للمصيف هي وزوجها واولادها، وده خلى المتهم يفقد الامل ويشيد غضبه لما شاف صورهم في المصيف وهم فرحانين ومبسوطين وبيصرفوا كمان، فاستناهم لما رجعوا وراح لاخته وطالبها بباقي فلوسه، فحصل بينهم شجار وزعيق وخناقه كبيره جدا، وقال لها انتوا رايحين تسيعوا وسايبيننا اتحبس ولا ايه؟ انا راجل عليا ديون ولازم اسد اللي عليا، اسددها ازاي؟ فاتدخل زوج اخته وطرده من البيت عشان تاني يوم يرجع وجاب معاه البنزين ويولع في الشقه كلها بالكامل، والنتيجه 3 ماتوا من الاسره و9 اتصابوا كمان من الجيران. ما تنسوش تعملوا الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان تستنوا الحكاية الغامضة الجاية. كان معاكم خلود عادل في الحكاية غامضة.